السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم الملوي. هكا يعني كنحتاجوه في رمضان ضروري. كيف ما هنايا كتشوفوا انا بديت مباشره هكا بالمقادير وداكشي باش ما كيجيش الفيديو طويل. كنتمنى تشوفوا الفيديو من الاول حتى للتالي، او على الاقل ديك 3 ولا 4 دقائق الاولانيه. الله يرحم لكم الوالدين. ما تنساوناش من جيم وكومونطير زويون بحالكم. هنا انا مستعمله القياس ديال الدقيق. عندي كيلو ديال الفورس ديال الحلوى ونص كيلو ديال الفينو مزيان. يعني الفينو هو داك السميد الرقيق يعني للناس اللي ما كيعرفوش هكا الفينو شنو هو. يعني ما كنهضرش على المغاربه، كنهضر على الدول الاخرين. الماء بارد من الروبيني، درت الملحه ودرت شويه ديال السكر سنيده. هادشي باش عجنت الملوي. هنا غادي تشوفوا معايا درت كنوجد الحشوه. هاد الحشوه خطيره بزاف. غتشوفوا معايا هاد الحشوه هادي راهي كتدار في البسيطلات ولا القنينطات هكا ولا البريوات. انا درتها في الملوي. هذيك العجينه اللي شفتوا معايا راني غادي نقسمها، غندير منها نص مليويات عاديين بالزبده ونص غنديرو معمر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا خديت البصله، درت بعدا المقله، درت فيها شويه ديال الزيت روميه ولا الزيت بلديه، يعني اللي بغى الانسان اللي موجود. انا راني درت الزيت الروميه. ديك الكاسرونه اللي كتشوفوا معايا انا كنسلق فيها هنايا دوك النقانق اولا الصوصيص، غليته غير هكاك في الماء وصفيته. هنا غتشوفوا معايا البصله نزلات، غنزيد عليها خيزو اللي عندي محكوك في الحكاكه في ديك الجهه الغليظه. من بعد ما كتنزل لنا ديك البصله مزيان بحال غادي يدخلها الطياب، والنار كتكون مجهده وتحرك، يعني ضروري ما نغفلوش على المقله. في هاد الاثناء هادي راه كتكون عندي العجينه كترتاح. هنا درت شويه ديال الابزار، كتبقى بحسب الرغبه. هنايا عندي التحميره اولا الفلفله حمراء حلوه، الملحه، شويه ديال الهريسه. هادو فروماجات مثلث، يعني القياس اللي بغينا نستعملوه. هنا انا راه درت اكثر من جوج، راه غير في التصوير بانوا لي غير جوج. هنا شوفوا معايا عندي هذاك لادان فيمي قطعته رقيق، وداك السوسيس تا هو نيت قطعته، والحامض مرقد. الحامض يعني بلا عظم تا هو مقسوم هكا على جوج اولا على ثلاثه، يعني ما نخليوهاش هكاك صحيح. صافي هنايا راني انا طفيت يعني النار. صافي غادي نخلط هذا الشيء هذا مزيان وغادي نخليه كيتشرب هكا مع بعضياته. هنا في هذه الاثناء هذه غادي نزيد شويه ديال الجبن موتزاريلا اولا فرماج موتزاريلا. هنا انا راني ما عطيتكمش القياس، يعني كل واحد يستعمل القياس اللي كيناسبو. المهم هي الطريقه ديال الحشوه كيفاش صاوبتها. انا ديك الزلافه كتشوفوا معايا فيها الزبده والزيت مخلطين، وفي ديك الجبيبنه عندي شويه ديال الفينو مع السميده ديال الحرشه اللي دايره معاهم واحد الخماره ديال الحلوه. بهم غادي نورق هادو المليويات العاديين. صافي هكا نيت كنورق وكنبدا كنحطهم يرتاحوا. كنظن راه الطريقه راه هي واضحه. الزوينين ديالي اللي وصلت معايا حتى لهنايا تخلي لي واحد جيم، الله يرحم لكم الوالدين. الله يعطيكم ما نويتو في هاد العواشر.
صافي غنبقى مستمره هكا تنكمل القياس اللي غادي نخدمو هكا، ومن بعد غادي نخدمو القياس ديال المليويات اللي غادي نعمر. هادو هنا المليويات الصغار انا راني ورقتهم بشويه ديال نفس الزيت والمايزي عفوا نفس الزيت والزبده، وهذيك جبيبنا راه مش تسالى لي منها الدقيق اللي كنت كنورق به الملوي الاولاني، درت تما كاين المايزينا. هادو هما اللي غادي نعمر، يعني ديك العجينه قسمتها، خديت منها القياس اللي غادي نعمر بالحشوه والقياس اللي درت مليويات عاديين. هاد الطريقه جاتني احسن من هذيك اللي كنعجنو، هو داك العجين الاخر اللي كنعجنو ديال هاد المليويات اللي كيتخدموا بمايزينا فعلا كيجيو يعني في المذاق مختلف، لان كيكون فيهم حليب نيدو، كتكون فيهم الزبده، كيكونوا يعني من السمين. ولكن مع ذلك سبحان الله العظيم هاد العجينه حتى هي جاو فيها زوينين. شوفوا معايا الطريقه، يعني راه هي سهله وبسيطه. راه منين كنخدموا دوك كنديرهم كويرات صغيورين، ماشي قد الملوي الاخر اللي درت، كويرات صغيورين كيرتاحوا كنخدموهم وكنخليهم عاوتاني يرتاحوا، عاد كنبداو كنعمروهم هكا بهاد الطريقه. هادو غادي يدخلوا للفران، هادو اللي عمرت بالحشوه يدخلوا للفران، هادو خلاص طيبتهم في المقيله. هنا راه شوفوا معايا انا طيبت في مقله ديال، هي ديال الطفال، ولكن زعما عادي يعني حتى الا ما كانتش المقله ديال الملوي عندنا راه كنقضيو الغرض، ما كنبقاوش يعني اي مقله غير شنو هو فين كيكون المشكل. نردوا البال، يعني الا ما طيبناش في ديك المقله الثقيله، ديك المقله اللي غنكونوا غنطيبوا فيها الا كانت ما ثقيلاش بزاف كنردوا البال هي مع النار، ما تكونش مجهده بزاف. صافي كنبقاو كنقلبوا المليويات وكندهنوهم مره مره، ما كنكثروش الدهين صافي باش كيتنفخ لنا الملوي وكيجي مورق. هنا انا راه ما تساعوا لي الجوج، بديت كنطيب بالوحده. هادو كيف ما كتشوفوا معايا غندهنهم بالبيض وغادي يدخلوا للفران. هذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ديك الحشوه جربوها راه غتعجبكم بزاف. هاد الحريشات ان شاء الله نشاركهم معكم في فيديو اخر، لان باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، وعاد هذا راني سرعته باش ما كيجيش طويل. راه كيجيو زوينين بزاف هاد المليويات هكا. وكيف ما قلت لكم الحشوه راه جربوها دابا رمضان على الابواب ان شاء الله، جربوها تعمروا بها بريوات ولا بسيطلات صغار، راه كتجي بنينه بزاف. تبقاو على خير، عواشركم مبروكه، حتى الفيديو مقبل ان شاء الله.